هذا المؤتمر هو جعلناه أساساً للتعايش السلمي وكذلك المستقبلي لمكونين أساسيين للعراق وهما الكرد والعرب. فالكرد والعرب لهما ثقافة وتاريخ ودين مشترك، وهذه المشتركات هي أعظم وأكبر من نقاط الاختلاف. فلا بد من استغلال هذه النقاط المشتركة لبناء عراق جديد يكون موقعا للتعايش السلمي وكذلك للتنمية المستدامة للأجيال المستقبلية. ونحن نعتقد بأن الحوار هو الأساس لتحقيق المصالح المشتركة للقوميتين الكردية والعربية في العراق، وكذا الحوار هو مبدأ أساسي لبناء المجتمعات وكذلك وتطور المجتمع وبناء مستقبل للأجيال الجديدة. هذا نموذج نستطيع أن نقول نموذج يجب أن يحتذى به في الأماكن التي فيها مكونات وقوميات مختلفة، وهذا النموذج هو نموذج جميل للتعايش السلمي بين القوميات، ويجب الاحتذاء بها وتطويرها أيضا. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن لكل مجتمع ولكل مكون في المنطقة خصوصيات ثقافية ولغوية ودينية أيضا يجب مراعاتها عند تطبيق هذه النماذج الجميلة للتعايش السلمي بين القوميات والمكونات.